أهلا بحضراتكم. يوم بعد يوم بيثبت مدى احتياجنا إلى ما يمكن تسميته بالمثقف الشعبي. المثقف الشعبي مش بمعنى الراجل اللي بيقول للناس الكلام اللي هم عايزينه أو بيريحهم، وإنما المثقف الذي يقول كلاما يفهمه الناس، لا يمنعه علمه ويعني قدراته الثقافية من أو لا يدفعه علمه وقدراته الثقافية لأنه يتحزلق أو يتعالى على الناس، وإنما يكون قادرا على مخاطبة الناس لدفعهم إلى التقدم وإلى التطور، ويثبت يوما بعد يوم إن هو ده الخلاص اللي البلد دي محتاجاه. وعشان كده إحنا بنواصل في عصير الكتب الاحتفاء بواحد من المثقفين الشعبيين في مصر الواصلين للناس، واللي بدأنا الكلام معاه في الحلقة الماضية وبنواصل الاحتفاء به واستعراض تجربته، دكتور أحمد خالد توفيق، اللي بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. يعني أنت أستاذ في الطب، أستاذ طب المناطق الحارة. هو طبعا أمراض المتوطنة. لما حد يقول المناطق الحارة ما بيكتبوش على عيادات كده، ما بيكتبوش ما بتكتبوش، وإنما لأن احنا الحقيقة بقينا فعلا مناطق حارة، الحقيقة حارة جدا يعني. وأنت يا دكتور أحمد لك عطاء ما شاء الله، يعني في الكتابة الساخرة صدرت لك كتابان زغازيغ وفقاقيع من أمتع وأحلى ما يمكن، صدرت لك رواية رائعة يوتوبيا وهي الآن يجري تحويلها إلى فيلم سينمائي، كتبت في أدب الرعب وأدب الخيال العلمي يمكن، والأدب اللي هو قريب من الطب نوعا ما، أدب الباراسايكولوجي يعني زي عقل بلا جسد أو الحاجات الخارقة للطبيعة. ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسدك، وإنما أنا برغم كل هذا العطاء أنا شخصيا شايف أن أنت مظلوم، بمعنى أنه لا يحتفى بيك نقديا، لا يحتفى بيك عند المثقفين، عند الكتاب المثقفين. عمري ما بلاقي مثلا ألاقي دراسات معمولة عن كتاب تافهين ليس لهم أي عطاء وبيتكرموا وبياخدوا جوائز ويتعمل عنهم حلقات نقاشية وكلام من هذا القبيل. سؤالي المباشر، هل تشعر بالظلم من الناحية النقدية والثقافية؟ لا الحقيقه يعني انا بالامانه بأمانة. لا بامانه فعلا يعني انا بص، ولا حتى جواك كده في لحظه اللي هو لا يعني ليه انا ما بطلعش في التلفزيونات كتير؟ ليه انا ما بتكرمش؟ بطلع في التلفزيونات كتير فعلا. لا زهقت من نفسي، انا زهقت من نفسي. لا انا مش شايف 5 مرات في السنه كتير. انت شايف ده كتير؟ لا اصلا مش لازم افتح التلفزيون الاقي نفسي، يعني انت فاهم، افتح البوتاجاز الاقي نفسي. ده لا ليه لما يلاقي ناس؟ ما في ناس بتفتح التلفزيون. انت كم مره شفت الدكتور جلال امين؟ كم مره بتشوف التلفزيون؟ مش لا قليل طبعا يعني اذا خدنا بالقيم بقى، ما هي دي من مظاهر الخيبه، ما هي دي من مظاهر الخيبه بتاعتنا. يعني في انجلترا جزء من خياراته برتراند راسل كان عنده برنامج يعني منتظم في التلفزيون يعني. لكن انا قصدي برضه يعني اقصد انت مش حاسس انه انت مظلوم نقديا حتى؟ لا خالص، لان انا بص، انا من الاول اخترت الفيلد اللي انا فيه وما حاولتش اطلع منه، فاهم يعني. بالاضافه لكده انا مثلا عمري ما قدمت الجائزه في اي جائزه من اي نوع، عمري ما يقول انت ما خدتش جوائز، عمري ما رشحت نفسي او دخلت اي جائزه. انت عارف انا ايه، انا فيلد معين اخترته وشغال فيه وما بحاولش اطلع براه الا في يعني حاسس ان انت خدت اللي انت عايزه. لا انا مكتفي ذاتيا، يعني انا او حققت ذروه النجاح في الفيلد اللي انا اخترته، اللي هو الشباب. يعني هو بالنسبه للشباب، انت مثلا احضر ندوه في اي كليه او حاجه هتحس ان عبد الحليم حافظ جاي او حاجه. لا يعني مش عايز كلام اقبال شبابي، ده انا عايز كده، مش عايز كل حاجه، ما حدش بياخد كل حاجه، ما حدش يقدر ياخد كل حاجه. صحيح. طيب انا مثلا ممكن اقول لك ان انا الشعور الوحيد بالالم ان انا فعلا بحب السينما جدا، فشلت في اقتحام حتى هذه اللحظه مش قادر اقتحم. وانت قايل في كتابك مقاله ساخره حوالين علاقتك بالمخرجين. والحقيقه انا يعني حاولت نوعا ما ان انا العب دور في خروج يوتوبيا الى النور، واتمنى ان شاء الله انها تخرج على يد المخرج رامي عبد الجبار. هو من الناس الواعدين، اتمنى ان شاء الله انها تبقى حاجه كويسه جدا. لكن هو ده الجزء الوحيد، لكن فيما عدا ذلك ما حدش يقدر يحصل على كل شيء طبعا. لكن مثلا اذا اتكلمنا مثلا بقيمه الدكتور جلال امين، يبقى المفروض ان انا هلاقي قناه مخصوصه له، هفتح يفضل يتكلم لحد الارسال ما ينتهي، لكن ده مش حاصل. يعني خلينا نعتبر، انا شايف انه دايما من مشاكلك لا انا شايف انه جزء من مشاكلك او من ميزتك سبحان الله، ان انت شايف يعني انا معترض على تسميه زغازيغ وفقاقيع، لانه يمكن بيدوا احساس انه الكتاب يعني هزار او كذا، برغم ان انا رايي انه من أرقى ما قرأت في الكتابة الساخرة. يعني أنت هنا بتجدد والله بتجدد أمجاد أحمد رجب ومحمد عفيفي، خصوصا محمد عفيفي. لا أنا بقول أنا مسؤول عن ما أقوله. يعني أنا رأيي لما أقرأ الواحد كتابة تضحكني
وفي نفس الوقت تثير تفكيري، فده شيء رائع جدا، وهو ده المفروض ان الكتابه الساخره تعمله، مش انها تتحول. عشان كده انا بطالبك في طبعات قادمه انك تغير الاسمين، لانه بجد فعلا الكتابين اهم وارقى، او يمكن يكونوا وسيله لجذب من يبحث عن الزغازيغ والفقاقيع. حسميه هذا ليس فقاقيع. ماشي خلاص. طيب تمام. او يمكن يبقى كوموفلاش، ان انت تجر الكاتب او القارئ اللي بيبحث عن الزغازيغ والفقاقيع ويقرا حاجه مهمه. لا، الاتجاهات الحديثه لزراعه المطاط في تايلاند يبقى اسم الكتاب يفتح يلاقي لا، عايز اسالك بقى سؤال. انت شايف بقى انطلاقا من النقطه دي وما تنفصلش عنها، رأيك إيه في الهجوم اللي بتمارسه الأصوات المثقفين في مصر على الكتب الأكثر مبيعا؟ يعني وأنت من ضمن الأكثر مبيعا، أنت شايف الحكاية دي إزاي؟ هو الحقيقة ما هجمتش يعني الهجوم على ظاهرة البيست سيلر زي يوسف زيدان وعلاء الأسواني، في نوع من الاستخفاف طبعا واضح. هو الحقيقة طبعا الأكثر مبيعا ما نقدرش نعتبرها مقياس على الجودة، يعني والا يبقى ايه، شعبان عبد الرحيم يبقى اهم مطرب في مصر طبعا يبقى انجح من ام كلثوم بكتير جدا. تمام. ما نقدرش نقولها، بس برضه ما نقدرش نعتبرها كنايه عن الرضا. تمام. يعني انا مثلا من اقدر اقول ان انا من دراويش يعقوبيان، يعني من دراويش عماره يعقوبيان انا بموت فيه. وشيكاغو يعني بعتبرها في الوقت نفسه هم معتبرين ايه، ما دام مسليه وما دام باعت كتير يبقى راضيه، انتهينا. يعني قريت كان في ناقده، وانت راجل ذواق ادبيا، يعني أنا انت بتقرا كمان الكتب بلغاتها الاصليه. هو جرؤ، يعني هو علاء الاسواني جرؤ انه يقدم كتاب مسلي، كتاب ممتع. ازاي؟ في حين ان هم شايفين العمل الادبي الى درجه ما انا كانت في مقاله كاتبها اسمها الجزمور عن الجزمور، ان التحزلق، ان لازم القصه تتعبني، لازم الروايه تعذبني وتطلع عيني عشان ايه، تبقى روايه عميقه. هل ده كان في بالك فكره البيست سيلر ونجاح يعقوبيان وانت بتكتب يوتوبيا؟ بتعت خالص. يعني انا يوتوبيا كان نجاحها صادم، انا استغربت. انا كنت فاكر برضه، يعني ما كنتش فاكر النجاح انها تلاقي النجاح ده. هي الفكره في يوتوبيا انها تجمعات صديديه في نفسي وخوف على البلد، ما قدرش احطه في المسار المعتاد السلاسل اللي انا بطلعها. تمام. خليني اشجع المشاهد انه يعرف فكره يوتوبيا ويقراها، انه يوتوبيا بتتكلم حوالين اليوم الذي ستتحول مصر فيه الى يتحول الكومباوند اللي هو موجود دلوقتي الى اماكن محاط باسلاك شائكه وطيارات هليكوبتر وكلاب حراسه لا يدخلها الفقراء. تقريبا على فكره هو احنا فاضل لنا يعني الحقيقه بتحصل يوتوبيا بتحصل يعني فاضل لنا سنتين. انت شايف انه مصر يعني، ويمكن في روايات طلعت بعديك استلهمت او تاثرت بفكره يوتوبيا، وده شيء انا شايفه ايجابي مش شيء سلبي. هل اليوتوبيا ليها مستقبل في مصر ولا دي مرحله وهتعدي؟ والله انا بص، فيها علامات استفهام كتير قوي بدات تبان، يعني مع وضع تونس، مع كذا حاجه. يعني الواحد ما بقاش عارف المستقبل ماشي ازاي. يعني برضه تونس مش معناها ان الاوضاع هتتغير، ان الوضع يتغير كليا، لكن ممكن الاوضاع الحاليه تتحسن. احنا شفنا ايه، بدات ايه، في نظره في ناس ممكن تغير الواقع. تمام. فدي بقت مهمه قوي، النقطه دي بقت مهمه قوي. اوكي. فانا شايف ان لا، يعني حاليا ما نقدرش نحكم هل احنا سائرين ليوتوبيا اجبارا ولا هنقدر نعكس المسار. انا شايف ان روايه يوتوبيا جرس انذار ادبي مكتوب بشكل رائع جدا، ويعني روايه من اروع واجمل ما يمكن. انا المترجم اللي هو بيترجمها الانجليزيه بيقول لي انت اثرت رعب، يعني بيقول لي انا بقراها وانا مرعوب. يعني هي روايه مرعبه وتجربه في الرعب السياسي اللي انت مش قصده، يعني اللي هو ادب الرعب دي صديد. انا يعني انا بيتهيألي الروايه دي لو عصرتها نازل صديد، لان ده خوفي اللي هيحصل، ده خوفي الشخصي، مخاوفي الشخصيه. خليني اقول لك ان انت لا تجيد الدعايه لكتبك. كان صديق لانه لا اعتقد ان يبقى في قارئ هيفضل قراءه كتاب بيتعصر ينزل صديد، يتعصر ينزل صديد. ولكن برضه خلينا نقول للناس انه خوفي على اولادي، انه معمول باسلوب فني، لانه احيانا لابد من تطهير الجراح بالتخلص من الصديد اولا. بالظبط. وده الدور اللي بيلعبه الفن. انا عايز ادخل معاك لنقطه ثانيه. انت قارئ عظيم، انت من القراء العظام المتابعين، ويمكن دايما وراء كل كاتب عظيم قارئ عظيم. عايزين نتكلم حوالين مجموعه كتب انت قريتها في الفتره الاخيره، ممكن تقول لنا عنها ايه؟ انا همسك في كتب، لا انا في كتب اللي انت جايبها، وفي كتب انتظرها. يعني في، يعني انت مثلا النبطي، ماشي؟ روايه النبطي للدكتور يوسف زيدان. انت رايك فيها ايه؟ يوسف زيدان احتل مكانه بعنف. يعني احنا بنلاقي
يعني شفت اللاهوت العربي وده اعلى مبيعات موجود. اعلى مبيعات. احنا ما كناش نسمع عن اسم انت رايك مقارنه، هل تصح مقارنه ده بعزازيل؟ ما دي ليست عزازيل، فده اللي احبط ناس كتير. هو مش هيكتب عزازيل كل يوم، لان عزازيل تجربه فريده وكثيفه جدا وصعبه جدا. فهو الناس اشتروها على انها عزازيل ثانيه. انت عجبتك الروايه؟ الروايه عجباني كنسيج، نسيج رائع، نسيج رائع ومحكم، بس يعني عايزه شويه صبر. يعني هو يقول لك ايه، اللي اردت ان اعطس والعطس ما جاتش. يعني قاعد مستني النشوه اللي هتحصل لما يتكلم عن فتح مصر وكده. صحيح. يعني كل الحاجات دي حصلت ودي بعيد. احيانا بتبقى مشكله الدعايه المسبقه للروايه. انا قاعد مستني. انا دلوقتي حاطب ظهر في الخلفيه، عمرو بن العاص ظهر في الخلفيه، حاطب ابن ابي بلتعه. أيوة. لكن المقدمه للبنت اللي هي الايه المسيحيه اللي تزوجت ايه رجلا. ولذلك الحل هو قراءه الروايه بوصفها عمل ادبي معزول عن توقعات بالظبط كده، بالظبط. وعشان كده الواحد ساعتها هيستمتع بفكره اللغه والتفاصيل اللي جايبها في بتاعه رائع رائع مذهل. طيب نيجي لمجموعه. يعني الراجل ده احتل مكانه وما قدرش انت جايب لنا معاك 5 كتب. اتكلمنا بسرعه عن النبطي. كتب هتكلم عليها ما جبتهاش. جايب مجموعه قميص هواي كتاب رائع للاستاذ ايهاب عبد الحميد صديقنا الجميل. ايهاب كمان كان مترجم اللي هو كتاب تاريخ الجنس، الجنس عبر التاريخ، قصه الجنس عبر التاريخ، من الترجمات المتقنه جدا والدقيقه جدا. عجبتك المجموعه القصصيه؟ هنا المجموعه دي عجباني جدا من زمان. هي صادره عن دار ميريت، خدت جائزه يوسف ادريس. طيب احنا كنا استضفنا صديقك وصديقنا الدكتور ايمن الجندي. انا مجروحه بالنسبه لايمن الجندي، كتاب اولاد البطه السوداء. لكن انا عايز اقول ان ايه الخلطه، هو طبعا صاحبي طول عمره يعني. لكن هو الفكره ان ايه الخلطه الغريبه اللي هي ما بين حساسيته الشديده وقراءاته الكتير قوي في التصوف، وقراءاته لاحمد بهجت، تاثره بالشابي، اغاني فيروز، الادب الروسي درسه كويس، كل العجينه دي في نفس الوقت هو استاذ طب زيك. أيوة راجل مغموس في الواقع، وانتوا طنطاويه زي بعض، فله طعم غريب خاص بيه، له مذاق خاص بيه ايمن يعني. وحساس قوي طبعا، يعني هو ممكن يكتب لك على طبق فول، ممكن يكتب لك 4 مقالات. لا عنده قدره على تفاصيل مدهشه الحقيقه. هو ان شاء الله له مجموعه ثانيه اللي هي الكثير من الحب. أهو ده يرجعني إلى النقطة اللي قلت لك عليها حوالين فكرة علاقة المثقف بالتلفزيون. أنت عارف إن أول مرة يظهر فيها الدكتور أيمن الجندي في التلفزيون كانت من خلال البرنامج ده. أول كتاب له. يعني أنا بقيت مش مصدق. المليح يبطئ، ما هو قال لك يعني المليح يبطئ فعلا. احنا كان في الكتاب ده انا كاتب عن فؤاد عبد المجيد اللي الناس سمعوه اول مره وعنده 65 سنه. بالظبط. والحقيقه كمان عجباني كتابتك الفنيه في السينما وفي الاغاني في كتاب دماغي كده. انت كاتب عنها حلو. طيب نيجي لكتاب الجبتانه، اسفار التكوين المصريه. ده كنا يعني برضو من اول القنوات اللي اشارت اليه الحقيقه. ده كتاب رائع مذهل. يعني اتكلمت عليه. اتكلمنا عليه. ايه اللي عجبك فيه اللي تقول للقارئ العادي خصوصا الشباب؟ اتقان شديد في الترجمه وفي نقل التفاصيل وفي دراسه المخطوطات، وفي الوقت نفسه عرفني فعلا حاجات كتيره قوي من نشاه فكره الديانه عند الفراعنه، بل نشاه الديانه اصلا. فكره الكتاب ده وكتاب بتاع نشاه الضمير، مولد الضمير، بتاع فجر الضمير، جيمس هنري بريستد. الاثنين دول لازم يبقوا مع بعض. وده برضو الاستاذ علي الألفي من مثقفين الاقاليم زي حضرتك، اللي هم الناس اللي بتشتغل بشكل حقيقي بعيد عن ده كتاب جد ومتعوب والدرجه انا ما اعرفش يعني. انا كنت في معرض الكتاب اللي فات فقابلوني ادوني النسخه دي، قالوا لي اقرا. كتاب رائع، فقضيت معاها سنه. كتاب رائع. نيجي للكتاب الخامس اللي انت جايبه معاك قبل ما نتكلم عن مجموعه الكتب الثانيه، اللي هو الفردوس المفقود، جون ميلتون، ترجمه الدكتور محمد عناني. وده طالع في مجلد انيق ورائع من الهيئه العامه للكتاب، وبيتباع اي حد يشتريه. هذا الكتاب الرائع الفخم بيتباع ب 15 جنيه. يا بلاش بالنسبه لقيمته. الفكره كمان لما تقرا في الادب الانجليزي الفردوس المفقود بيطاردك على طول. عجبتك الترجمه بتاعت الدكتور عناني؟ نعم. طبعا ما حدش يقدر يتكلم على الكتاب محمد عناني، لكن انا قصدي الهوامش بتاعته وتعليقاته واستطراداته اهم من النص نفسه. يعني ده درس مهم جدا في الاسطوره، ودرس في الادب الانجليزي، ودرس في الديانات. كتاب تحفه. تمام. ايه الكتب الثانيه اللي عايز تتكلم عنها؟ انا ما في كتب جبتها وكتب لسه هجيبها. يعني مثلا في كتب في كتاب كده انت عارف زي ايه. لا قول لنا اللي انت شايف انه لازم الناس تقراه. ما هو انا بقول لك في كتاب زي الكتاب الاسبرين. يعني اقول لك ايه، لازم تشتري الاسبرين، كل بيت بتشتري الاسبرين. فمثلا لو في كتاب مثلا لجلال امين لازم تشتريه طبعا كده. ففي كتاب مثلا اللي هو مصر، افتكر بس بعد اذنك، يعني كتاب الدكتور علاء الاسوان اللي هو مصر على دكه الاحتياطي، انتظر بفارغ الصبر. وده جديد، انا جبته وقريته، كتاب حلو جدا طبعا اكيد. من قتل مريم الصاوي بصراحه مش عارف هل هو جديد ولا لا. قديم. منسي انديل. قديم. منسي انديل ده منتظر ده من اعماله القديمه الرائعه كمان. هو واحتضار بصراحه. بس هو كمان في ميزه خلينا نقولها برضو، الشيء بالشيء يذكر،
انه الميزه في كتب مقالات بتاعت الدكتور علاء الاسواني غير انها ساخنه وصريحه ومشتبكه مع الواقع، ان فيها زي فكره المقالات اللي انت بتكتبها، فكره انه النفس الروائي، ان انا بقرا جوه المقاله قصه، بقرا شخصيه. الجرعه الفنيه عاليه قوي. فانا دايما اقول، يعني كنت اقول ايه، انت بتتعلم عن الفن والادب. يعني مقالات محمد حسنين هيكل بتدي قيمه ادبيه عاليه جدا. مقالات جلال امين اقتصاديه واجتماعيه طبعا بتدي قيمه عاليه جدا. مقالات سامي السلموني اللي هي السينمائيه بتدي قيمه ادبيه عاليه جدا. طيب يبقى احنا قلنا اسماء بالنسبه للشاب مهمه. كتب محمد حسنين هيكل، دكتور جلال امين، سامي السلموني. انت بتتكلم عن ناس. سامي السلموني على فكره برضه مقالاته موجوده في مجموعه افاق السينما، هيئه قصور الثقافه، وللاسف لم يعد طبعها، ونتمنى ان الدكتور احمد مجاهد. واللي غايظني اكتر ان انا عندي المقالات الاجنبيه بتاعته، الافلام الاجنبيه الامريكيه والفرنسيه. فانا نفسي اي جهه تتولى طبعها. والله عندي المجموعه دي، انا بعرضها برضه تاني مره من خلال برنامجك. طيب لو حد عايز مقالاته تقريبا كامله. طيب ده نداء لهيئه سلسله افاق السينما وهيئه قصور الثقافه والاستاذ احمد الحضري. طيب الكتب الرئيسيه في حياتك انت كراجل اللي بنت تفكيرك، لو قلت لك مثلا قول لي 3-4 كتب بالنسبه لك انت كاحمد خالد توفيق، دي كتب يعني لا تمل من اعاده قراءتها. المجموعه الكامله لتشيكوف ده نمره 1. تمام. المجموعه الكامله ليوسف ادريس ده نمره 2. تشيكوف طالع كله من دار الشروق، معاد طبعه بترجمه الاستاذ ابو بكر يوسف. يوسف ادريس طالع كله من نهضه في الجناح الروسي. تشيكوف طبعا موجود، اللي هو بتاع الكتب القديمه بالظبط. انه غبي كقمله، هو مش عارف الطريقه بتاعته. انت متاثر بالطريقه تشيكوف متاثر جدا في التشبيه لا انكر طبعا. بس متاثر التاثر الايجابي، مش التاثر السلبي للامانه يعني. مش من اللي انا انبهرت بيهم برضه طبعا سامي السلموني، كنت بتابع مقالاته بالنهم شديد، ومحمد عفيفي. يعني دول اعتقد انت بتستلهم في الكتابه الساخره نموذج محمد عفيفي واضح. بس اصل انا مش بتعمد اكتب كتابه ساخره. يعني هو يقول لك انت ضد فكره مع عزيز نيسن يقول لك ان الكتاب ان السخريه عمل جدي. يعني هو بيقول ان انا كنت بكتب قصص أليمة جدا واديها للناس فلاقيهم بيضحكوا. صحيح. فهو يقول لك ايه عزيز نيسين هو الكاتب التركي العظيم اللي هو من اغزر الكتاب انتاجا، هو من الكتاب العباقره برضو الاكثر انتشارا، وبرضو من المظلومين شويه من الناحيه النقديه، وممكن نتكلم عنه. زرت قبره في تركيا. بالظبط. انا من المعجبين بيه جدا جدا. دكتور احمد، ايه مجموعه الكتب اللي ممكن نختم بيها كلامنا؟ انا اوصي بيها طبعا في مجموعه كبيره، يعني مثلا الجليد بتاعت صنع الله ابراهيم. انا شفت طبعا الاجزاء اللي نشرت منها، وانا حاسس انها قريبه من امريكانلي، بس بتدور حوالين طلبه البعثات في الاتحاد السوفيتي. هي هتطلع في المعرض اللي جاي. احنا بنقول للناس الكتب اللي ممكن من يجرؤ انه ما يقراهاش. طبعا اجباري لازم طالعه عن الثقافه الجديده. برضه فندق الثعالب، ما اعرفش في ناس قروها ولا لا. الدكتور المخزنجي. مجموعه حكايات للفتيان رائعه جدا طالعه من الشروق، وفي الوقت نفسه مع رسوم وليد طاهر. هو المخزنجي يعني لازم، ما هو ده من يجرؤ ما يشتريهوش برضه. ضحك مجروح انت طبعا اللي ما اشتراهوش. ربنا يخليك. هنعتبرها تحيه لصاحب المخيل. صاحب المخيل. طبعا جون جريشام الكونفيشن. في جون جريشام طالعه منين؟ من جرير ولا من الترجمه بتاعتها؟ لا مش ترجمه. دي مش ترجمه، ده روايه. اذا كان حد مهتم لمن يقرا بالانجليزي. انت قريت مجموعة. الترجمات اللي طلعت لجون جريشام؟ لا للاسف انا ترجمت له ترجمت له 3 اعمال. لكن ما قريتلوش. انت ترجمت لتشاك بولونيك، ده برضو جانب من جوانبك اللي هو انك مترجم قدير كمان الحقيقه. هذه القتال كنت مترجمها. بتترجم حاجه قريبه دلوقتي؟ لا ما فيش حاجه. انا بترجم تبسيط، في صيغه تبسيط دي انا ماشي عليها على طول، لكن الترجمه الحرفيه. هل منتجت في نادي القتال شويه حاجات؟ لا في الفصل الاخير جزء صغير، ما جربتش. جريء الحاديا يعني ولا جنسيا؟ لا الحاديا. حسيت انها تقيله، ما جربتش. طيب برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي هي ستيج لارسن، اللي هو الكاتب السويدي، اللي هو سلسله الحقيقه انا مش معاك في ده، لانه انت المفروض تترجم وتخلي الناس تحكم، بس برضو الواقع اللي احنا فيه بقى صعب. خلاص طبعا على العموم الكتب اللي بقترحها برضو اللي هو ديسيجن بوينتس بتاع جورج بوش. جورج دبليو بوش، يعني ده مجنون لازم نعرف بيفكر ازاي. فده من الكتب المهمه قوي يعني. طيب واحنا منتظرين انك تكتب عن الكتب. انت دلوقتي بتكتب بشكل منتظم في موقع الدستور الاصلي،
بتكتب كل لا اسبوع؟ مش منتظم، لا مش منتظم. بتكتب بشكل منتظم فين بقى؟ في بص وطل، موقع بص وطل تقريبا هو ده اكثر. موقع بص وطل اسبوعيا تقريبا. برضو موقع بص وطل من المواقع المحترمه يعني الحقيقه، برضو انت كتبت فيها. احنا بانتظار بقى الدستور الاصلي تبقى له قوه ثانيه ان شاء الله انت كنت بتكتب فيها بشكل منتظم وشكل جميل. دكتور احمد خالد توفيق، الحقيقه انا لو قعدت اتكلم عن يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي في دماغي كده اللي كان نفسي نتكلم عنها بس الوقت داهمنا، كتابتك عن الطب وفكره الخرافات والنصب في موضوع الطب الشجون يعني ده موضوع يتعمل لوحده حلقات كثيره يعني. لكن انا بدعو الناس الى ان هم، انا بعتبر كتابك دماغي كده بمثابه دائره معارف مصغره ممتعه وساخره وسياسيه ورائعه الحقيقه، واحنا بنفخر بيك وكنا فخورين باستضافتك على مدى الحلقتين، الحلقه دي والحلقه اللي فاتت، وان شاء الله ستكون لنا وقفات مع ان شاء الله طبعا. كتبك الجميله. وانت عندك مشروع بتشتغل فيه روائي دلوقتي؟ الروايه الثانيه بقى اللي هي ما بعد يوتوبيا، اللي هي موجهه لجمهور خارج جمهوري المعتاد يعني. تمام. وهي الحقيقه كان المفروض تطلع في الصيف في معرض الكتاب اللي فات. خلصتها واتاخرت؟ لا هي تنزل ان شاء الله في الصيف. هتاخد في الصيف. لكن انت خلصت كتابتها؟ ما كل شويه هداها عشان الوسواس الشهير ده. عندك هاجس انه يتقال عليها زي ما اتقال على النبطي بعد عزازيل مثلا؟ لم يستطع ان يمتعنا كما كان مش عارف ايه، لازم الكلمه دي. لا انا رايي ان ده قصور في النظر، لان في اعمال يقول لك لقد فشل العمل الثاني قبل ما يتكتب فيه حرف. فانا بخاف من الكلمه دي. لا ان شاء الله احنا مستنيينها بفارغ الصبر، وبنحييك جدا وشرفتنا ونورتنا. عزيزي المشاهد، كنا في اطلاله مهمه جدا، قلنا مجموعه عناوين لكتب لحضرتك يعني، والمعرض لسه شغال اليومين دول في حموتها، تقدر تشتريها قبل ما المعرض يخلص. تقدر تبحث عن الكتب اللي اتكلمنا عنها للدكتور احمد خالد توفيق او كافه الكتب اللي اتينا على ذكرها، ودي كانت مساهمه مننا للاحتفاء بمعرض القاهره الدولي للكتاب، اللي هو زاد لاي مثقف او زاد لاي راغب في الثقافه، وفي بلد لا يتغير فيه اي شيء. نرجوك لا تكتفي بتغيير المحطه، ونلتقي بعد الفاصل.